هذا هو، لازم تكوني عنيدة عنيدة. شفتي تقوي راسك تقولي إن شاء الله أقعد من غير أكل شهر. شفتي توصل لمرحلة إنه ممكن ما تاكلي ولا شيء، عشان لأنه هو يدخل عن طريق الأكل. ترى شهوتك للأكل، حبك للأكل، حبك مثلا شاهي وقهوة وشاهي حليب شو اسمه ده بشابورة، وترجع سندوتشات الباستا أشياء غريبة بياكلوا الحريم. أنا اكتشفت إنه في نساء ما عندهم في البيت غير إنها هي في البيت بتاكل، عشان هي نفسها تعبانه تقوم تحط حرها في الاكل. حبيبه قلبي هذا شيطانك يلعب عليك، يبغاكي تاكلي لما انت يصير عندك انتفاخات في القولون، نفسيتها تصير صعبه، الصلاه ما تقدر تصلي، تقول في الصلاه، تقول في العباده، تقول في قراءه القران، تصير نفسها ثقيله ونفسها خايسه. قد ما تحاول تذكر الله يصير ذكر الله ثقيل على لسانها، لان هي تقلت بطنها. فكل ما جوعتوا نفسكم، شفتي خلي بطنك تقرقر من الجوع. اشربي ان شاء الله مويه مقري عليها، اشربي زيت زيتون مقري عليه كده. بدي الطريقه اشتغلي. العسل، حتى العسل تحط عليه مويه مقري عليك، خليكي عنيده وراسك ناشف كده، حتلاقي نتائج. ما في عناد وقوايا، ما في تشافي ابدا. تقعدي طول عمرك متلتله كده، حياتك كلها عباره عن تعطيل وبهدله وتشكي وحاله، وما تشتكي لاحد، ولا تعطي احد خبر انك بتعالجي، ولا تسمعي احد انك انت في حاله كده ابدا. اشتغلي مع الله، اشتغلي مع الله. الناس بتابعه معاك، ما كلمت اي زول. هو ده، خليكي مع الله وشوفي الطريق، والله حتبشريني قريبا بفرج عظيم. ليش؟ لانه انت عارفه حياتك معناها ذكر. ما في ذكر ما في حياه، ما في استغفار ما في حياه، ما في قران ما في حياه. انت حتكوني طول عمرك اسيره وعبده عند شيطان. وليه؟ عشان خاطر ايش؟ عشان خاطر حاسد ولا حاقد، وما تنتهي الحكايه. طول حتى لو انت تعالجتي، انت ماشيه على نفس المنهج الى ان تلقي الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنك. بس خليها منهجيه حياه. بارك الله فيك. حياك. شكرا. العفو، العفو، تسلميلي.